يا صباح الفل على كل اللي بيتابعونا. النهارده طبعا انتوا شايفين استعدادات آه لشهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والسعادة والبركات. دلوقتي قدامنا آه كتير من الاستعدادات والاحتفالات بشهر رمضان، زي الفوانيس، العطارة. احنا دلوقتي في الخيامية طبعا دي من أقدم شوارع القاهرة الفاطمية. دلوقتي شايفين الكوشن بكل أنواعها، الاكسسوارات، الفوانيس، كل حاجة تتخيلها تجيبها في رمضان موجودة في الخيامية وبأسعار حلوة أوي. كل حاجة الزينة، فوانيس بأنواعها كتير جدا، وفي فوانيس نازلة جديدة كمان. ودي الكوشن مرسوم عليها شخصيات انيميز وكرتون. فوانيس بكل انواعها. في فوانيس كمان مطرزة نازلة جديد، الفوانيس الكبيرة دي. كل حاجة عايز تشتريها لشهر رمضان المبارك هتلاقيها هنا في الخيامية وبأسعار كويسة جدا. ودلوقتي هنتنقل من الخيامية عشان نخش الغورية، هنعدي على باب زويلة. فوانيس شايفينها اهي بكل الأحجام، كل الأنواع، شوادر كتير جدا وأسعار في متناول الجميع. ليه يا ام 500؟ عايش في دنيا اسيا اسمان هو هنا المكان ده اسمه ايه؟ واحنا هنا وصلنا لباب زويلة، وهو كان من البوابات اللي بتتفتح على القاهرة. وكان اي حد بيعمل مخالفة كبيرة طبعا او جريمة كان بيتحكم عليه بالشنق على باب زويلة، كانوا بيشنقوه على باب زويلة. وطبعا من اشهر الحوادث الشنق دي
كان الأمير طومان باي آخر أمير في اليونان، وهو اتشنق على باب زويلة. فين الحاجة؟ صوري يا حاجة، صورتي فين هي؟ طبعا زيت رمضان، شهر رمضان زي ما احنا شايفين. كمان في تجهيزات العرايس من أشهر الشوارع في القاهرة. أي عروسة تحب تتجهز بتيجي هنا تتجهز، مع إن الأسعار هنا برضو يعني مش رخيصة. طريق نقش الأسمر. شوف الزبون بقى روح. مكان أصلي. يوم على ايه؟ بطارية. كل اللي فاتتنا في الساعة كله جاي. واللي قدامنا هناك ده مسجد الغوري. وهنا أكبر محلات لبيع القماش. كان زمان بيبيعوا فيها خيوط التريكو والكروشيه، دلوقتي بقت قماش. أشهر محلات القماش في القاهرة هنا في الغورية. ده مسجد الغوري على شمالنا. طبعا زحمة جدا جدا، مقدرناش نخش الشوارع الداخلية، زحمة جدا جدا. كله استعداد لشهر رمضان كمان، لان ده موسم العرايس كلها نازلة تجهز، فزحمة جدا. مقدرناش ندخل الشوارع الداخلية. الشوارع الداخلية طبعا مليانة محلات بطريقة جامدة جدا. يا رب أكون قدرت أنقل لكم صورة مصغرة من تجهيزات شهر رمضان في المناطق. وعلى شمالنا مسجد الغوري.